السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كتشوفوا في الصورة اليوم غادي نديروا وصفة ديال بانكيك بالشوفان صحي، لأنه فيه الشوفان، لأن الشوفان فعلا صحي. هذا الموضوع أو هذا الفيديو هو بالمشاركة مع صديقتي منار، من قناة منوانو تشانل، يوتيوبرز مغربية كتكون في السعودية، مصيبة لنا شهيوة. هي عبارة عن بيتزا كيف كتشوفوا في الصورة. نخليكم مع مقطع ديال الفيديو ديالها ونتلاقاكم من بعد. نتمنى تشوفوا وتلقاو نظرة على القناة ديالها، لأن فعلا غزالة، كتتكلم على بزاف المواضيع، كتتكلم على الميك اب بزاف الأفكار، كتطرق لبزاف الأفكار. كنتمنى فعلا أنكم تزوروا القناة ديالها باش تعرفوا على أكثر. كتشهي هاد البيتزا باين عليها رطيبة غزالة. الوغ المقادير غنحتاجو 100 غرام ديال الشوفان، 15 حبه ديال اللوز، واحد 4 معلقه ديال القرفه بنانه، نص باكيه خميره وجوج بيضات. كنديرو البيض، كنزيد اللوز، كنزيد القرفه، كنزيد غير شويه، غير هاد النص اللي عندي، النص قول 4 معالق صغار. نديرو البنان نقطع طرف صغار، ونزيد شويه تاع الخميره تاع الحلوه. فوالا هاد القياس. ونزيد الشوفان ديالنا 100 غرام. دابا غادي نخلطو الكل، نطحنو بهاد الميكسور. غنطحنو الكل، ولا شفنا بان الخليط خاتر نزيدو واحد شويه الحليب. هو الخليط ما خاصوش يكون ني خاتر ني جاري، خاص يكون بينه وبين تقريبا كيشبه الخليط ديال البغرير، يكون خاتر شويه، غير شويه على ديال البغرير، شويه ماشي بزاف. طحنو مزيان، لان ما تنساوش كاين اللوز، كلشي خاصو يتطحن. انا هنا كنديرو محلات سخون كتكون ما كتلصقش، اونتي اديزيف. كنديرو نقيطه تاع الزيت، ماشي بزاف. كنكون مسحها بالسميتو بابي ابسون باش ما يبقاش داك الزيت. كتاخدش الوقت بزاف، 2 مينوت باغ فاس. ندير لكم الزوم باش تشوفوا. خاصنا نبداو نشوفوا واحد فقاعات بحال داك الشكل تاع البغرير، غير بانوا لينا نقلبوها. صافي دابا غادي نقلبها. نقلب.
ونستمر على هذه الطريقه حتى نكملوا الخليط اللي عندنا، لاباط اللي عندنا كلها نديروها سهله. كيجيو هشاش، كيجيو طريين، كيجيو روعه. ما تنساوش الفوائد ديال الشوفان. الشوفان عنده الالياف، فيه البروتيين، فيه بزاف العناصر الغذائيه مثل الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، السيلينيوم، وفيه الاوميغا 3. وعلى ذلك انه يحتوي على المغذيات النباتيه والمضادات الاكسده. يعني فيه بزاف المنافع، بزاف بزاف. وعاد خلاص دايرين البيض، دايرين اللوز، يعني كاع المنافع اللي غتقوينا دابا في هاد رمضان. الوجبات الفطور راه صحي صراحه انك كناكلو جوج مرات في السيمانه. كنستعمل هاد الوصفه انا جوج مرات. وخلاص الا درتو معاها لي فخوي بحال الفله اللي كتشوفوا كيجي روعه. الا شفتوني راه كندير معاه سميتو لو سيرو داغاف، او لا ديروا العسل اللي كان عندكم. يعني ما تنساوش لان راه ما محليناه ما درنالوش الحلاوه. اذا خاصنا ضروري نزيدوا عليه واحد العسيله ولا داك الشوكولا، ولا كيف بغيتو تنسموه. وهذا هو الطبق النهائي ديالي. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم. ما تنساوش الاشتراك الا ما كنتوش مشتركين. ما تنساوش تمشيو تشوفوا قناه ديال منار مانوانو تشانيل. ونخليكم على خير ونقول لكم الى اللقاء مع الوصفه مع الفيديو الجايه ان شاء الله.